كريم بنزيما يوافق على عرض اتحاد جدة. اقترب نادي اتحاد جدة السعودي من حسم اتفاقية مع الفرنسي كريم بنزيما مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني لضمه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وفتح نادي الاتحاد جدة مفاوضات رسمية مع كريم بنزيما في الأيام الماضية لإقناعه بالانضمام لصفوف فريق مقابل عرض مالي ضخم وبعض الامتيازات الأخرى الممثلة في مكافآت وإعلانات، بالإضافة إلى مشاركته كسفير للمملكة العربية السعودية في ملف كأس العالم 2030. ووفقا لصحيفة آس الإسبانية، فإن مصدر مقرب من اتحاد جدة أكد موافقة كريم بنزيما المقدم له من نادي السعودي في الساعات الماضية، ويتبقى فقط الإعلان الرسمي عن الصفقة. أضافت الصحيفة أن اتفاق نادي الاتحاد مع بنزيما اقترب من الانتهاء، ويتبقى فقط الإعلان سواء من الجانب اللاعب نفسه أو من ريال مدريد بعد انتهاء مسابقة الدوري الإسباني. ومن المنتظر حصول كريم بنزيما على راتب سنوي يقدر ب100 مليون يورو معفاة من الضرائب في موسم واحد، بعقد لمدة عامين حتى نهاية موسم 2025. وخاض كريم بنزيما خلال مسيرته مع ريال مدريد في 14 موسم 647 مباراة، سجل من خلالها 353 هدفا في جميع المسابقات التي شارك فيها، كما أنه قدم لزملائه 165 تمريرة حاسمة. كما وكشفت تقارير صحفية مؤخرا أن المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي قد طالب بالتعاقد مع المهاجم البرازيلي ريتشارلسون اللاعب لنادي توتنهام الإنجليزي، متجاهلا فكرة التعاقد مع كين. وأضافت التقارير أن هاري كين أيضا يرفض القدوم لريال مدريد في الفترة القادمة، ويفضل الاستمرار داخل الدوري الإنجليزي ولكن عبر بوابة مانشستر يونايتد. وترى جماهير ريال مدريد أن فكرة التعاقد مع ريتشارلسون لن تكون الأفضل للفريق في الفترة المقبلة، حيث أن اللاعب لا يمتلك الخبرات والقدرات التي يمتلكها كريم بنزيما بكل تأكيد، حيث ترى أن خيار التعاقد مع فيرمينو سيكون أفضل كثيرا في تلك الحالة. أما في خلاف ذلك ستكون الأمور صعبة بعض الشيء، لأن التعاقد مع ريتشارلسون سيكون مغامرة كبيرة، خاصة أن اللاعب لا يلعب بشكل مستمر مع توتنهام، فإذا الاعتماد الكلي للفريق على هاري كين في رأس الهجوم للفريق اللندني في الموسم الأخير. وطالب أنشيلوتي مسؤولي ريال مدريد بالتعاقد مع ريتشارلسون في الفترة القادمة على مسؤوليته الشخصية، ولكن لا توجد أي مفاوضات حقيقية مع اللاعب.